سؤال بيطلع نار. واول سؤال معانا هو سؤال على النبات. لو انت شفت المحاضرة كويس اكيد هتكون سمعتني وانا بتكلم معاك على انواع الخلايا اللي فيها دعامات تركيبية. عايزين نعرف من خلال الرسومات الاربعة دول مين هم الرسومات الاربعة دول، وكل رسمة فيهم فيها دعامة ايه وما فيهاش دعامة ايه وبتعبر عن ايه، ويا ترى فيها حركة دورانية سيتوبلازمية ولا لا. مثلا الف معاك دي تعبر عن خلية ايه؟ دي تعبر عن خلية سكليران شيمية. يا دكتور طب ايه اللي هيكون مغلظ فيها؟ هيكون مغلظ فيها مادة السليلوز زائد معانا مادة الليجنين. طيب تاني واحدة ودي من اهم الخلايا اللي عندك، دي خلية بارنشيمية. طيب هل دي فيها دعامة تركيبية معاك؟ لا، مش متغلظة بأي حاجة. طب ايه الدعامة اللي فيها؟ بس يا دوبك دعامة فسيولوجية اللي هي تعتبر خلاص زي ما قلنا افكارها اتلغت. اهم رسمتين بقى في الحوار كله جيم ودال. دي الأوعية الخشبية. طيب ليه مهمة؟ اولا مغلظة بمادة الليجنين، ثانيا هتكون معاك في المناعة لان دي من الحاجات اللي هيتكون جواها التيلوزات. اما دي اللحاء، حاجة اسمها الانابيب الغربالية ومش مغلظة. اشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي في سؤال جديد من اسئلة بتطلع نار.